هذه الجلسة كمسؤول وتيسير وكيل. التمس من سيادتكم تعيين قاضي من هيئتكم المحترمة، كما أنني بالوري أعين السيد عبد الإله الزوزي نائبي بمصاحبة السادة حسن العسري، زكريا العميريش وخديجة أجنيوح، الذي قرر جلالة الملك نصره الله وأيده تعيينهم قضاة في السلك القضائي، ثم إصدار أمركم للسيد كاتب الضبط بتلاوة سند تعيينهم وبالتحاق هؤلاء السادة القضاة بعد ذلك بمقعدهم، والأمر بتدبير كل ما رجى بهذه الجلسة في محضر والرجوع إليه عند الحاجة. قرار رقم 3458 من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى السيد الحسن العسري، الملحق القضائي بالمعهد العالي للقضاء تحت إشراف السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء. الموضوع تعيينكم في السلك القضائي. سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد، فبناء على نجاحكم في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 45، وبناء على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة ربيع الأول 1445 شتنبر 2023 بتعيينكم في السلك القضائي، وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك عمر سيدي، الله يبارك عمر سيدي، الله يبارك عمر سيدي. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالصوير، وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بالمحكمة المذكورة بمجرد توصلكم بهذا الكتاب، متمنيا لكم كامل التوفيق والنجاح في مساركم المهني والسلام. الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي. من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى السيدة خديجة أجنيوح، الملحقة القضائية بالمعهد العالي للقضاء تحت إشراف السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء. الموضوع تعيينكم في السلك القضائي. سلام تام بوجود مولانا الإمام. أنهي إليه أنه تقرر تعيينكم نائبة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصوير، كامل التوفيق والنجاح في مساركم المهني والسلام. ميم ألف سين قاف. من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى السيد زكريا العميريش، فبناء على نجاحكم في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين بتعيينكم في السلك القضائي، وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك عمر سيدي، الله يبارك عمر سيدي، الله يبارك عمر سيدي. ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة مع الإقامة بمركز الحنشان. سيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 22 يناير 2024 تحت عدد 3458 ميم ألف سين قاف، والتي بمقتضاه صدر الأمر المطاع عن الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك عمر سيدي، الله يبارك عمر سيدي، الله يبارك عمر سيدي. بتعيين السيد الحسن العسري في السلك القضائي التي تولي بالجلسة الرسمية، وبناء على كتاب السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتاريخ 22 يناير 2024 تحت عدد 3242، وبناء على ملتمسات السيد وكيل الملك، نصرح بأن السادة
حسن العسري وخديجة جيو وزكريا العمريش قد نصبوا في منصبهم يوم 5 مارس 2024 موافق 24 شعبان 1445 بقاعة الجلسات العمومية للمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، ونطلب منهم أن يلتحقوا بالهيئة القضائية وأن يأخذوا مقعدهم من بيننا. مذكرا إياكم باليمين القانونية التي أديتموها وبمضامين مدونة السلوك والأخلاقيات القضائية وتوجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تفرض عليكم الحكم بالعدل بين الناس والقيام بمهامكم بوفاء وإخلاص والمحافظة على سر المداولات والسلوك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص، ونرجو من الله جلت قدرته أن يوفقكم لأداء مهمتكم بصدق وأمانة وإخلاص. شكرا لكم على حضوركم ومقاسمتكم لنا هذه اللحظة المتميزة التي ستحتفظ بها الذاكرة بمحبة في القلب ودفء في الشعور. شكرا لكم. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون مرفع جلسة. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المحكمة الابتدائية بالصويرة تنصب القضاة الجدد الذين تم تعيينهم بتاريخ 22 يناير 2024. تم اليوم كما لاحظتم انعقاد جلسة رسمية لتنصيب السادة القضاة الجدد، وهي مناسبة تم تلاوة تقرير تعيينهم، كذلك هي مناسبة أيضا تم تذكيرهم باليمين القانونية التي أدوها، وهي مناسبة أيضا قمنا فيها بتهنئهم بالثقة المولوية الغالية، وذكرناهم بالالتزام بمقتضيات مدونة السلوك الأخلاقية، كما ذكرناهم باتباع توجيهات السيد الرئيس المنتدب التي تحث على العدل والنزاهة واحترام المتقاضين والقيام بكل ما من شأنه الرفع من قيمة هذا الوطن. مناسبة أيضا أكدنا من خلالها على أن هؤلاء القضاة الشباب كلهم إرادة وكلهم طموح، وهم على قدر من المسؤولية الجسيمة ووعي بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم. أشكركم على حضوركم، نتمنى لهم التوفيق وأن يكونوا قيمة مضافة للهيئة القضائية لهذه المحكمة للاصطفاف وراء توجيهات صاحب الجلالة نصره الله، دام له النصر والتأييد. شكرا لكم.